مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. في حلقة اليوم من الزاوية البيئية نتعرف على تأثير البيئة على مياه الصنبور، فأهلا بكم. إن المياه التي تتدفق في المنازل عبر الصنبور أو الحنفية ليس نقيا 100%، وهي تختلف من مكان إلى آخر، وتحتوي على الحد الأدنى من الملوثات المسموح بها، والتي تتخذها الجهات القائمة على معالجة مياه الشرب كخطوط إرشادية تجيز جودة المياه. وهذا يعني أن وجود الملوثات مثل المعادن لا تقف حائلا أمام جودة مياه الصنبور. مستمعينا الكرام، من أولى الطرق غير المكلفة للقيام بذلك أي تخلص من الملوثات التي ما زالت موجودة في مياه الصنبور هو استخدام فلتر الماء غير المكلف مرشح الماء، وهذه طريقة سهلة، كما وهناك أنواع عديدة من فلتر الماء كفلتر الفحم النباتي والفلاتر الرملية، وليس للماء مذاق مختلف مع اختلاف هذه الأنواع، كما ويمكن إضافة الكلور إلى الماء ولكن قد يعطيه مذاقا غير محبب. مستمعينا الكرام، وسط الفزع السائد باستخدام الطرق المتعددة لتنقية المياه وفلترتها، فقد يتناسى الناس وسط هذا الخوف الذي لا ينقطع من ملوثات مياه الصنبور أن يتعرفوا على فوائدها. فالمغالاة في تنقية المياه كاللجوء إلى التقطير يعني حرمان الإنسان من الكثير من المواد المفيدة لصحته مثل الحديد والكالسيوم وحتى بعض البكتيريات المفيدة. مستمعينا الكرام، يقارن بعض الناس بين الشرب من الصنبور مباشرة وبين المياه المعدنية، ويقال بأن المياه المعبأة تنتزع منها أغلب المعادن الطبيعية التي تحتويها، كما وأن الزجاجات البلاستيكية تنفذ منها مواد كيماوية إلى المياه الموجودة فيها وتضر بها. مستمعينا الكرام، إن الاهتمام بالمياه هي جزء من ثقافة الحفاظ على البيئة من حيث مصادر الاستهلاك وأسلوب استخدامها والحفاظ عليها. ففي بلدان مثل بلداننا تصرف في المنزل الواحد ما مقداره العشرات مما يصرف في البيوت في الدول المتطورة. لذلك استيعاب ثقافة الحفاظ على كل هبات الطبيعة من خصائص الإنسان السوي. مستمعينا الكرام، انتهت الزاوية البيئية لهذا اليوم، وتصبحون على خير.